بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة المشاهدون ورحمة الله وبركاته. وهذه حلقة جديدة تحاول أن تستكشف أو تلقي شيئا من الضوء عن هذه السعودية الغامضة. لقد تحدثنا في حلقات سابقة عن الدولة السعودية الأولى ونشأة الدولة السعودية الأخيرة أو الحالية، كما تحدثنا عن المجتمع السعودي ومكوناته، وقلنا أنه مجتمع أقليات، وأقلية تحكم الأقليات. وتحدثنا عن الهيمنة النجدية على كل مفاصل الدولة، وقلنا أنها دولة نجدية. الآن نريد أن نتحدث بعد أن أفضنا في الحديث عن الدولة والمجتمع، نريد أن نتحدث عن العائلة المالكة باعتبارها ركنا أساسيا من أركان السياسة في السعودية، باعتبارها اللاعب الأساس، اللاعب الرئيسي في السياسة، ولا بد من الحديث عنها. ما يجري فيها يؤثر في صناعة القرار السياسي، ويؤثر حتى على العلاقات الخارجية، وحتى يؤثر على الوضع الاجتماعي. فانشقاقات العائلة المالكة قد تشق معها المجتمع النجدي نفسه، كما حدث بين أبناء فيصل بن تركي في الدولة السعودية الثانية، حينما انشق الأربعة أبناء إلى قسمين، عبد الله ومحمد من جهة وعبد الرحمن وسعود من جهة، أدت إلى حرب أهلية نجدية لم يشارك فيها آخرون، ولكن في هذا الظرف قد يؤدي الانشقاق إلى أشياء من هذا النوع. وبالتالي احنا علينا أن نسلط الضوء على العائلة المالكة لكي نفهم الصراعات الحالية داخلها، وحتى نتنبأ بما يجري في مستقبلها. قد تجدون أنه كان مفاجئا أن محمد بن سلمان يضع محمد بن نايف في الإقامة الجبرية، أو يضع عمه أحمد شقيق والده في الإقامة الجبرية، أو يضع مجموعة كبيرة من الأمراء في السجون، أو يمنع أغلب أمراء العائلة المالكة من السفر، كما هو واضح لسنوات طويلة الآن ممنوعين من السفر أكثر الأمراء، أو أن يصادر أموال كثير منهم. فنحن ما زلنا نعيش صراعا داخل العائلة المالكة، فلهذا نحن نريد أن نلقي الضوء على هذه العائلة المالكة، عن أسباب مشاكلها، عن تأثيراتها، عن صناعة القرار فيها، ولكي نفهم السعودية في نهاية المطاف. فما يجري في العائلة المالكة يؤثر علينا جميعا، ومن يريد أن يفهم السعودية من المعارضين أو من الباحثين من الدول أو من جماعة عليه، يجب أن يعرف تركيبة العائلة المالكة وتراثها الخاص بها، حتى يستطيع أن يشكل من مختلف الزوايا صورة أقرب إلى الحقيقة لما هي عليه السعودية اليوم، هذه السعودية الغامضة، ونفكك بعض ألغازها. قبل أن أبدأ في جوهر الموضوع، أريد أن ألقي ضوءا ما على أصول هذه العائلة. أنا أتحدث بإشارة سابقة في حلقة من الحلقات حول أصول آل سعود. هناك شكوك في هذا الأصل. آل سعود لم يستقر بهم الرأي على أنهم من أي عائلة ينتمون. قالوا أنهم من عنزة، من فرع المساليخ. فرع المساليخ نفسه ينفي ذلك. أحد شيوخ المساليخ موجود في لندن الآن ويقول هذا الشيء. كثيرون أيضا يتحدثون أن هؤلاء جاءوا من تركيا، يهود مروا عبر العراق إلى نجد. أنا في البداية أنا عموما لا أحب هذا الموضوع على كل حال، فالإسلام يجب ما قبله، وأنا شخصيا لا أنفي صفة الإسلام عنهم، لا أعتبر آل سعود كفارا. قد يكونوا فاسقين، قد يكونوا مجرمين، قد يكونوا، ولكن قضية الإسلام هذا موضوع مختلف، موضوع التكفير موضوع مختلف تماما. وهذا الموضوع أنا عمليا ما أحبه، لولا أن لدي معلومة خاصة أردت أن أشرك المشاهدين فيها. آل سعود قالوا مرارا منهم من عنزة، من وائل، من كذا، شيوخ آل سعود الكبار كل مرة واحد يطلع إلي باتجاهات. والله يرحمه طلال الرشيد أحيانا يجي إلي وقت حين نلتقي قبل أن يتوفى إلى رحمة الله، يقول لي شوف فلان الأمير هالمرة قايل لك وناشر في صحيفة فلانية أنه من هذا القسم، وبعدين واحد آخر يقول أنه من هذه الجهة. المهم، فهم ليسوا متفقين على جذور العائلة.
بل أن أحد المصريين في الخمسينات كتب كتابا عن الملك سعود قال أن آل سعود أصلهم يوصلوا إلى النبي، يعني من نسل النبي، وهذا أيضا من الأكاذيب والدعايات. هذا الكتاب كان عندي إلى وقت قريب ولكنه موجود عندي في البلد كما يبدو إلى الآن. هم ليسوا متفقين على هذا، وكنت أعتقد أن الدعايات القديمة العثمانية هي سبب أنه القول أنهم يهود، أن أصولهم يهودية. ولم آخذ حتى برأي ناصر السعيد يعني في كتابه تاريخ آل سعود الذي أيضا يشير إلى هذا، ولا حتى الشاعر حميدان الشويعر أيضا الذي أيضا وهذا من شعراء نجد القدامى جدا أيضا يقول أن هؤلاء يهود في أشعاره الشعبية. أنا هذا كل حد أيضا لم آخذه، ولكني سألت ذات مرة الله يرحمه أحمد زكي يماني وزير النفط، وقلت له يعني هل عندك معلومة عن أصل آل سعود؟ قال لي يا أبا هاني، يعني أنا مع أنه هو أيضا أبو هاني، أنا تعرف أني أنا علاقتي مع الملك فيصل قريبة، وأنا أدخل على أي وقت. في إحدى المرات جيت إلى الديوان أردت أن أدخل، فقال لي راعي الديوان السكرتير لا تدخل، الملك عنده اجتماع. يقول أنا استغربت يعني، فانتظرت مدة فخرج مجموعة من السوريين اللي هم عادة فيصل كان عنده مستشارين سوريين، وكانوا يسمون في عهد الملك سعود يسموهم الأمريكان في وثائقهم بالعصبة السورية من ذوي الأصول. فخرجوا يقول لأول مرة أرى الملك فيصل ممتقع الوجه. طبعا أعطاني أسمائهم، سجلتهم في مكان ما، وربما نشرت هذه المعلومة في مكان آخر. يقول سألت أحدهم فيما بعد ما هو الموضوع، قال الملك فيصل طلب منا أن نبحث في نسل آل سعود، صار لنا الآن أشهر طويلة، فبحثنا اكتشفنا أنهم فعلا أصلهم يهود. هذه المعلومة التي أردت أن أشارككم فيها يعني. ولكن هذا إلى علاقة بموضوع النسب. مشكلة العائلة المالكة الآن يعني المشكلة الخاصة لها علاقة بحجمها وتداول السلطة فيها، يعني نظام وراثة الحكم. كل المشاكل جاية من هذا الجانب. يعني العوائل المالكة في الدنيا كلها شوفوها، في الخليج حتى يعني أعدادهم قليلة بالعشرات بالكثير يعني. العائلة المالكة في مصر مثلا اللي انتهت، العائلة الهاشمية في العراق، العائلة الشاهية كم كان عددهم؟ يعني 20 نفر مثلا، ما في حتى 20 نفر. العائلة المالكة السعودية هذه خارج لم تحدث مثلها في التاريخ. يقدر عددهم يعني قبل 20 سنة أنا سمعت هذا الرقم، يعني في حقيقة أكثر، يعني سنة 92 أنا سمعت أن الرقم من شخصية مقربة من الملك فهد كان أنه عددهم 15,000 ذاك الوقت. ولهذا كان أرادوا أن يميزوا بين صاحب السمو الملكي وصاحب السمو فقط. صاحب السمو الملكي هم اللي من نسل عبد العزيز، صاحب السمو هم الآخرين. ولكن هناك أمراء أيضا، يعني صاحب السمو يعني أولاد الأعمام البعيدين يعني، وأحيانا بعضهم مشهورين بالعائلة في النهاية، مثل آل مشاري، آل ثنيان، آل فرحان، هذول أخوة محمد بن سعود اللي أسس الدولة بعد محمد عبد الوهاب، هذول أيضا لهم أفرع. ولهذا العائلة ضخمة جدا وامتيازاتها كبيرة جدا، وثقلها على الاقتصاد المحلي كثير جدا، بل ثقلها على المواطن كبير جدا. فتخيلوا لو أن كل واحد تجاوز على مواطن أو على بنك أو على شركة، وعادة ما يفعلون، كم يكون حجم الاستياء وكم يكون حجم الضغط على المجتمع. حجم العائلة المالكة كبير. كان الملك عبد العزيز يؤمن بأنه يريد عزوة، يريد عدد أفراد كبيرين، يعني أولاد كثيرين. لماذا يا ملك عبد العزيز تريد هذا؟ يقول أنه عندي مملكة كبيرة أنا أريد أعين فيها أولادي، لكن أصبحوا في الحقيقة عبئا على الدولة، وأصبحوا يتقاتلون فيما بينهم بسببها. عبد العزيز تزوج عشرات الزيجات، أحيانا زواج أبو ليلى كما هو معلوم، ولكن ولد لحدود 45، بقى منهم حدود 36 أمير.
الحكم يعني اللي بقوا، عدا البنات. البنات عادة لا يذكروا، دائما يعتبروه أدنى مرتبة. فهذه الأسماء، هؤلاء هم الجيل الذي أخذ الحكم. أنا ما أريد أتكلم عما قبله، لأن عبد العزيز كانت عنده مشكلة يا أولاد عمه، أيضا عنده مشكلة ويا أخوته أيضا، هذا سوف نأتي إليه في الصراع. لكن حجم العائلة المالكة كبير. يكفيكم أن تعرفوا مثلا عبد العزيز إذا كان عنده 45 فقط أولاد، سعود كان عنده 53 ولد، ومثلهم من الإناث على بتعبير خير الدين الزركلي. فأنت تخيل هؤلاء كم الآن وكم حجمهم. هذا حجم كبير جدا، يعني ممكن يوصل إلى 30,000 يعني بسهولة. ولكن آل سعود لا يعتبرون أنفسهم قبيلة، يعتبرون أنفسهم طبقة ملائكية تسمو على كل القبائل. يعني هم فوق القبائل، يتزوجون من الآخرين ولا يزوجون أحدا منهم. يعتبروا أنفسهم أعلى، وعندهم قبائل أو عوائل محددة يتزوجوا منها كثيرة، مثل السدارة يعني، وهم من الدواسر يعني في جذورهم. آل السديري دائما هذول هم يعني أكثر الزيجات منهم، يعني طبعا يتزوجوا أماكن من أخريات، لكن هذا واحد منهم. فهم يعتبروهم طبقة متعالية على كل المجتمع. هم ليسوا عشيرة وليسوا قبيلة، هم عائلة. الآن العائلة تصير عشيرة. العشيرة طبعا بتعبير العراقيين أكبر من يعني كبيرة، بينما مثلا العشيرة هي أقل من القبيلة. العشيرة عندهم هي القبيلة مساوية لها أو أكبر عند العراق. على كل حال، فهي هذا حجمها كبير، وهذا الحجم أنا راح أبين فيه وين المشاكل اللي جات فيه. ولكن خلينا أريد أعطيكم صورة عامة عن أولاد عبد العزيز، لأن الحكم جاء من عندهم، والسلطة كانت تعتمد على السنيوريتي، على كبر السن، على بالترتيب يعني في البداية، ولكن ما قدروا يتحملوه. هذا سوف نأتي إليه. لكن عبد العزيز كان عنده 36. تفضلوا. ال 36 أول ولد كان عبد العزيز ولد له في الكويت 1900، وبعضه شاب يمكن عمره 17 أو شيء، سنة 1900. ما عاش طويل هذا. 1919 جت سنة يسموها عندنا في المنطقة الشرقية سنة الرحمة، وهي السنة التي جاءت فيها الحمى الأسبانية وجاء معها الكوليرا حتى أيضا في نفس الوقت، وقضت على أناس كثيرين بمن فيهم أمير القطيف، ووصلت حتى إلى الرياض. يسموها الحمى الأسبانية قبل ما يصير هناك لقاح لهذه ما يسموه السخونة وما أشبه. الحمى معروفة، الحمى الأسبانية. هذا مات في تلك الفترة 1919. الولد الثاني هو سعود الذي أصبح ملكا، أيضا ولد 1902 في الكويت ليلة احتلال أبوه الرياض سنة 1902، وتوفي سنة 1908. أنا أبغى أعطيها الصورة، أنا أدري قد أطول شوي، لكن أعطيكم صورة بس سريعة، وهذا اللي أقدر أسويه يعني، لأن إذا أريد أدخل في التفاصيل أريد أدخل أيضا في التحالفات فيها، وكيف انتقلت، وكيف صار عندنا الآن وضع محمد بن سلمان وصل إلى الحكم بهذه. ولكن بالسرعة، عبد سعود صار ملك بعد وفاة أبوه 53، وتوفي 68 في المنفى، لأنه تصارع ويا سعود وعزلوا، وعاش في المنفى وحاول يرجع، وتعاون مع عبد الناصر قبل حرب 67، وأراد أن يذهب إلى اليمن ويقاتل ويدخل ويصير ملك، ومات في المنفى. وجابوه بطائرة من اليونان التي استقر فيها ودفن في مقابر آل سعود. فيصل هو رقم 3، الملك فيصل فيما بعد، ولد 1906 وتوفي قتلا بالرصاص سنة 1975 في مارس. قتله ابن أخيه فيصل بن مساعد بن الأمير مساعد. هذا أيضا يدلك على أنه في مشكلة في العائلة المالكة، إذا هذا منفي وهذا مقتول، هذا أيضا يدلك فيه. كان الرقم 4 هو محمد أبو الشرين، ولد في 1912، هذا رقم اللي بعده يعني. هذا كان مجرم وكان عربيد أيضا، وأول أمير عين على المدينة المنورة بعد احتلالها، وكانت له وقفة في قتل نساء وأطفال فرع الصقهان من مطير في 1928 فيما أظن، يعني مجزرة سوى فيهم بعدهم أسلحة جديدة، ومذكور هذا في كتاب أحمد عبد الغفور عطار عن الملك عبد العزيز. وهو أيضا يقال أن حفيدته، إذا تذكروا موت أميرة، فيلم موت أميرة في أواخر السبعينات، هو هذا كان متشدد، لازم تقتل الأميرة مشاعل،
هي حفيدته، وشقيقه الوحيد هو الملك خالد. يعني هو لم يراد، يعني ما باغى الحكم وخلى الحكم يروح لحق أخوه خالد. خالد ولد بعدها بسنة 1913 ومات 1982 بالقلب. وهناك شكوك يعني، لأن ولد الملك خالد أيضا قال أنه أراد يبغى يعني تشريح للجثة فغضب عليه فهد. يعني الآن هل هذا صحيح أم لا، أنه مقتول أو لا، هذا موضوع مختلف، لكن خالد كان مريض عموما. يعني في عندك ناصر فيما بعد، ولد 1919، أول من تولى الرياض، واشتهر عنه باللهو والعربدة والاعتداء على الأعراض، وكان يقفز على السطوح حتى أن أبوه اضطر أن يجلد في الساحات العامة، وهذا منشور أيضا. أنا اللي أقول لكم إياه في أغلب المعلومات منشورة، ما هو عندي يعني أنا جاي ألف عليهم وابتدع عليهم. يعني جلده. توفي سنة 1982. بعدين جاء سعد 1920 ولد، وبندر ولد 1921، ومنصور أول وزير دفاع ولد 1922 وكان دمويا. يعني شك مرة في واحد من السواق أنه أو شيء أنه واحدة من جواريه تلتقي به، أمر سيارتين، سيارة تذهب ربط رجليه ويديه، وأمر سيارتين أن يمشوا باتجاه معاكس فشل يعني فمزقه. هذه القصة ينقلها وزير العراق المفوض في كتابه المملكة العربية السعودية كما عرفتها، وهو أمين المميز. مكتوبة فيها القصة منشورة هناك، وهو كان في السعودية وزير مفوض بين 1955 و 56 أعتقد، يعني أو 54 55. بعده جاء ولد الملك فهد 1923. فهد تولى وزارة المعارف أول شيء، ثم صار وزير داخلية، ثم صار ولي عهد للملك خالد، ثم صار ملكا وتوفي يعني فيما بعد 2005. مساعد دائما يقول هذا مجنون. هذا ولد 1923، كان عنده ولدين، ولد اسمه خالد، هذا قتله الملك فيصل بأمر الملك فيصل، لأنه يقال أنه متدين وكان معترض على التلفزيون سنة 1994 فقتل. وزارة الداخلية كان فهد عليها. أخوه فيصل بن مساعد هو اللي قتل الملك فيصل انتقاما. هذا النقاش هنا. يعني عندهم ولد آخر أيضا موجود، عبد الرحمن، هذا شويعر ومتملق لمحمد بن سلمان هذه الأيام. بعدين ولد الملك عبد الله 1924، تولى الحرس 1963، كان قاعد يلعب ويهيص في لبنان ذاك الوقت. جاء إليه عبد العزيز التويجري، هذا سامعنا من التويجري نفسه، يقول أنا رحت له وجبته وقنعته، تعال. 1963 جابه، وكان الحرس الوطني هو من بقايا جيش الإخوان القديم الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، فصنعوا من هذا الجيش جيش موازي، جيش القبائل، جيش نجد، الذي يمنع احتمالية انقلاب الجيش النظامي الذي أسس على قواعد الذي أسس في الحقيقة هو الجيش النظامي الحجازي، أخذوا آل سعود ورثوه وكملوا عليه. صار ولي عهد سنة 82 بعد وفاة الملك خالد، ولي عهد للملك فهد، وبضغط من محمد اللي هو كبير العائلة، محمد أبو الشرين المشهور هذا، وتوفي 2015 معروف. مشعل هذا شقيق منصور وزير الدفاع، وصار وزير دفاع أيضا لفترة، ويلقب بأبو الشبوك، مات مؤخرا. يعني هذا ما في أراضي اللي يحوطها مكتوب عليها ملك فلان الأمير فلان بن فلان، هذا فيسموه أبو الشبوك، يحط شبك ويحوط الأراضي عشرات الألوف من الكيلومترات اللي هو ياخذها المربعة، معروف أبو الشبوك. تولى إمارة مكة ونحوه عنها، هو واحد يعني ما. عبد المحسن 1927 ولد، كان وزير داخلية في عهد سعود، وفي في 1961، وهو كان أحد أعضاء الأمراء الأحرار اللي راحوا إلى بيروت، هربوا أو جاءوا إلى بيروت هو وطلال وآخرين زعلانين، ولكنه رجع وعينوه أمير للمدينة، وابنه كان في فترة لاحقة نائب أمير مكة. وكان معروف عند المشايخ أنه متفلت أخلاقيا، وحتى ما يروح المسجد النبوي ولا يصلي، وهذا أمير المدينة. يعني متعب ولد متعب بن عبد العزيز، هذول كل أولاد عبد العزيز. متعب بن عبد العزيز ولد 1928، كان وزير إسكان عام 1975، أعتقد أنه أول وزير إسكان، لأن الوزارة أسست في ذلك العام. في نهاية السبعينات عينوه وزير بلديات، المهم أيضا أزيح فيما بعد. سلطان اللي هو وزير الدفاع،
من مواليد 1928. أنا جايبهم بالترتيب طبعا في المواليد. تولى رئاسة الحرس الملكي في عهد أبوه، يعني هذول اللي يحموا الملك. عين وزير زراعة، أول وزير زراعة، بداية تشكيل مجلس الوزراء 1953. ثم عين وزير مواصلات 1955. ومكافأة للجناح السديري الذي دعم الملك فيصل يعني ضد سعود في أيام الصراع في الستينات، عينوه سنة 62 وزيرا للدفاع، بقي وزير دفاع إلى أن مات. ولكنه أيضا صار ولي عهد بعد وفاة الملك فهد، صار هو ولي عهد عبد الله، ولكن مات قبل الملك، فخلفه نايف أخوه وزير الداخلية وصار ولي عهد ومات أيضا، فخلفه سلمان كان ولي عهد عبد الله الثالث، مات عبد الله فصار ملكا. في واحد اسمه أيضا مشاري من أولاد عبد العزيز، آخر واحد نذكره حتى ناخذ فاصل، ولد عام 1930. هذا قتل القنصل البريطاني في جدة وهو سكران سنة 1951، مكتوبة قصته بالإنجليزي وبالعربي أيضا، معروفة يعني، في جدة. أخذ المسدس وأطلق الرصاص عليه وهرب. أبوه عبد العزيز ما سوى له شيء، قال لزوجة هذا أعتقد اسمه سيريال عثمان قال لها هذا 20,000 جنيه تعويض، اخذيها وروحي وخلاص، وقبلت وراحت لجنوب أفريقيا وارتحلت. لكن دوره السياسي شبه انتهى بسبب هذا الحادث، لأنه كل إذا بيصير شيء بيقول هذا ترى ذاك الشخص اللي قتل الفلان ابن فلان. هذا راح أكمل لكم البقية وأروح أبين لكم التحالفات التي حدث وتراث الحكومة، تراث الصراع الداخلي وأين وصلنا في هذا الظرف. فإلى القسم الثاني إن شاء الله من الحلقة. حياكم الله مرة أخرى. نواصل الحديث عن العائلة المالكة، وإحنا بصدد الحديث عن أبناء الملك عبد العزيز، جاي إليهم بالترتيب من حيث المواليد والعمر. وصلنا إلى مشاري والآن إلى طلال عادة كان مشهور لأنه هو رأس الحربة في الأمراء الأحرار، أو ما سموا بالأمراء الأحرار الذين جاءوا إلى بيروت وأعلنوا معارضتهم للملك سعود ثم الملك فيصل. ما طولوا كثير ورجعوا. طلال ولد 1931، كان وزير مواصلات سنة 54، وعلى فكرة ترى هو متزوج لبنانية من بنت منح الصلح، وأيضا صار سفير في باريس فترة قصيرة يعني. المهم هو اعترض على الملك سعود سنة 58 وصار وزير مالية 1960، وانشق 1961 وكان معاه فواز وبدر وعبد المحسن أخوته يعني، وواحد آخر من الأمراء اسمه سعد بن فهد. هو أبو الوليد بن طلال. أبو الوليد بن طلال ترى أمه لبنانية يعني، لهذا البعض قال له تعال رشح روحك صير في لبنان رئيس وزراء باعتبارك أنت لبناني يعني. الحكي مجرد كلام يعني. الوليد بن طلال طبعا الآن مقموع ولا يستطيع السفر، ومحمد بن سلمان صادر على الأقل نصف مملكته فلوسه يعني، وكان هذا يريد يكون رئيس وزراء، يعني يريد أن يكون ملكا. وأبوه كان يقول هذا الكلام قبل ما يموت طلال، قال كل واحد من آل سعود هو له حق مرشح أن يكون ملك، يعني من الجيل الثالث، مو جيل عبد العزيز ولا جيل الأبناء، جيل الأحفاد، فهو يحق إليه. وهو أيضا ظهر على الوليد يعني، ظهر على الصحافة الغربية وقال أيضا كلام أعتقد في غلاف مجلة، يقول I can't wait to be a king، يقول ما أقدر أنتظر أصير ملك، يعني مستعجل يعني. وكانت عنده أيضا إمبراطورية إعلامية، وأراد يسوي نشر إذاعة تلفزيون خبري، وعين خاشقجي يصدر من البحرين، ولكن استمرت فقط أقل من ساعة أو حدود يوم بالكثير يعني،
في البحرين ووقفوها، لأن كانت قوة السياسية اللي كان يريد الوليد بن طلال يستخدمها تنافس العربية ويصير هو الملك. على كل حال، فطلال هو هذا. طلال يعني بقي اشتغل مع اليونسيف ودخل في قضايا وظهر على الجزيرة، واعترف أن أبوه في الجزيرة، قناة الجزيرة، أن أبوه يستلم راتب دعم مثلا يعني من الإنجليز، يسموه الإنجليز سبسيدي. ما بعد طلال عبد الرحمن ولد 1931، كان نائب وزير الدفاع لفترة طويلة من بداية 1984. يعني أخوه قبله كان تركي بن عبد العزيز، كان هو وزير دفاع إلى 79، وقام يخبص هذا ويعني ويضيع في المنصب ويلعب وتزوج هند الفاسي، وبعدين ترك البلد، طردوه، أو هو اختار أن يروح في المنفى في مصر ويسكن في الشيراتون يعني لسنوات طويلة في الشيراتون هو. فهذا صار مكانه عبد الرحمن. بدر بن عبد العزيز هذا أيضا كان من ضمن الأمراء الأحرار، ولد 1932، صار وزير المواصلات فترة قصيرة، وصار مدة طويلة نائب الحرس الوطني، نائب رئيس الحرس الوطني. عندك تركي اللي تحدثنا عنه اللي هو زوج هند الفاسي، كان نائب وزير الدفاع من 69 ل 78، والفضائح اللي عنه مشهورة كثيرة يعني. نواف ولد 1933 وهو شقيق طلال، تولى وزارة المالية أيضا بضعة أشهر. آخر حياته صار مسؤول الاستخبارات السعودية، وربما تتذكرون هنا جت له أزمة قلبية في لبنان قبل ما يموت ببضع سنوات، ما أدري 2000 وكذا. هو هذا كان نواف رئيس الاستخبارات. بعده يأتي نايف أيضا مواليد 1933، تولى وزارة الداخلية عام 1975، يعني تركها فهد 1975 لكي يصير ولي عهد، وهذا صار مكانه اللي هو نايف. ثم جاء ابنه وراه محمد بن نايف. فواز من مواليد 34 كان مع طلال في المنفى، يوم رجع عينه فيصل أمير لمكة. إحدى الغربيات كتبت عنه أنه سيء الخلق، مدمن خمور، وقح، متجاهر بالفحش. هذا الغربيين يكتبوا عنه، فما بالك يعني. ولهذا جهيمان أيضا في سنة 1979 قام يحكي عليه يعني يقول هذا شنو أنتم معينين لنا واحد على أمير مكة هكذا، يعني شنو يعني جايبين يعني واحد متجاهر بالإثم وبالفسق. فلهذا بمجرد أن أخمدوا تمرد جهيمان وثورته في الحرم شالوا هذا وعينوا واحد آخر اللي هو ماجد. نأتي سلمان هذا الملك الحالي، ولد 1936، ودائما يقال أنه فهد هو اللي رباه يعني. 1936 تولى أمارة الرياض منذ 1962 مع فواصل صغيرة، لكن بقي إلى أن صار وزير دفاع. يعني كان هو أمير الرياض يمكن 50 سنة أكثر يمكن حتى. صار وزير دفاع بعد وفاة السلطان، ثم صار ولي عهد بعد وفاة نايف، ثم أصبح ملكا بعد وفاة عبد الله. يعني الملك الموت هو أكبر مغير سياسي بالمعنى يعني. وهو معروف أنه شخص قاسي ودموي. كان عنده ابن غير شرعي اسمه عبد الله، معروف عند أهل الرياض، راح قتله. وكان شديد حتى على أبنائه. أحد أبنائه اللي هو فهد بن سلمان كان نائب أمير المنطقة الشرقية، وهو كان مدمن مخدرات ومات. وعنده ابن ثاني أحمد، هذا أيضا كان مدمن أشياء كثيرة أيضا، وكان مسؤول المجموعة الإعلامية مال الMBC وما أشبه، شركة السعودية للأبحاث والتسويق، وأيضا مات أيضا بالإدمان، ماتوا أيضا في شبابهم يعني. ومحمد بن سلمان يشبه أبوه في هذا، في دمويته. زين. في أيضا أمير من أولاد الملك عبد العزيز اسمه ثامر، 1937 ولد، انتحر هذا سنة 53. قيل أنه انتحر يعني شب في نفسه، كت على نفسه غاز أو بنزين وحرق نفسه. قيل أنه يعني كان السبب أنه سوف يتحول من ذكر إلى أنثى، يعني هو فيه عيب خلقي، عيب خلقي. عبد الإله، الأمير عبد الإله من مواليد 1938، تولى إمارة القصيم 1980 لفترة أيضا. ماجد 1938 مولود، كان وزير بلديات عام 1975 حين أطيح بفواز من إمارة مكة 79 اللي سبه جهيمان، عينه هو مكانه. سطام
بن عبد العزيز مواليد 1940 تولى إمارة الرياض بعد سلمان معروف. عبد المجيد 1941 مولده، كان أمير تبوك ثم عينوه أمير المدينة. بعد أحداث سبتمبر ذهب للعلاج في أمريكا وتوفي بالسرطان عموما. ممدوح 1941 هذا تولى إمارة تبوك. أحمد هذا من السديرين السبعة مولود 1941 نائب وزير الداخلية، يعني نائب نايف كان، وهو الآن في الإقامة الجبرية، وضع محمد بن سلمان في الإقامة الجبرية. هذلول مولود 1941 ما له شغل بالسياسة. مشهور مولود سنة 1942 وابنته سارة ابنة مشهور هذه هو تزوجها محمد بن سلمان، هذه زوجته، طبعا متزوج وحدة ثانية عليها أيضا. مقرن هذا كان طيار، في 1980 عينوه أمير لحائل، ثم صار ولي عهد يعني بترتيب الملك عبد الله حتى، ولكن سلمان طيره وخلاه يتنازل لمحمد بن نايف، ثم طير محمد بن نايف وخلى ولده. هذا معروف، هذا مقرن بن عبد العزيز. وفي آخر واحد عندك هو حمود 1947. أنا أغلب هذول اللي ذكرناهم ماتوا يعني، ولكن وراثة الصراع ما زالت باقية. يقولوا إذا كان 36 شخص تصارعوا فيما بينهم، فما بالك إذا كان أبناؤهم يتصارعون ولهم حقية متساوية في الحكم. يعني إذا كل واحد جايب له 5 6 أو 10 أو 20 مثل بعضهم، أو هذا سعود جايب له 53 يعني، ففيصل عنده 6 أو 7 أيضا، خالد عنده مجموعة وفهد عنده مجموعة، فماذا تصنع أنت مع هذا؟ سلمان عندها 6 7، ماذا يعني العائلة المالكة باتساعها صار الصراع على السلطة ولهم حقوق متكافئة أو متساوية نظريا، يعني كلهم حفدة عبد العزيز وكلهم لهم حق أن الوصول للحكم، لكن القضية ليست هكذا. القضية هي مراكز القوى، من هو الأقوى هو الذي يحكم. في البداية كانت الفكرة أنه نعتمد على السنيوريتي، على كبر السن، فلان وفلان وفلان، ولكن مع الزمن اكتشفوا أن هذا ما يمشي. مثلا أوكي، سعود هو كان أكبر صار، فيصل من بعده أكبر صار، لكن سعود نفوه. ما بعد سعود ما اعتمدوا السنيورتي الكبر السن، لأن محمد ما صار حاكم. جاء خالد، بعد خالد كان يفترض ناصر، وبعدين سعد، وبعدين فهد، لكن سعد وناصر طيروهم وفهد صار. وهكذا راح تشوف فيما بعد نايف وسلمان، هذول أرقام وسلطان أرقام متأخر، في من هو أكبر منهم، ولكن هذول أخذوا الحكم لأنه كبر السن كان عامل لفترة محدودة ولقدر محدود، البقية كانت لأسباب أخرى. الأجنحة في داخل العائلة المالكة، احنا الأسماء احنا قلنا 36، هو إز هو في هذول، أصلا في كتاب اسمه دائما هو إز هو إن سعودي عربية، يعني من هم اللي في السعودية من الشخصيات أو من أصحاب المراكز أو من أصحاب الشهادات. يعني عادة كان يطبع هذا الكتاب سنويا، الآن مو موجود باللغة الإنجليزية على كل حال، مو موجود بالعربي. أجنحة الحكم بينها 36، يعني شلون مقسمين هذول كانوا، وشلون كان الصراع يمشي فيما بينهم. بس احنا بنجيب تقسيمات سريعة وننهي القسم الأول أو القسم الثاني من هذه الحلقة. الجناح عادة يتشكل من الأشقاء اللي أمهم واحدة، يعني أبوهم معروف واحد عبد العزيز، بس الأم الواحدة يضاف إليهم أبنائهم، فهذا عادة يشكل جناح. أحيانا يصير عندهم أيضا تحالف، بعضهم ضعاف. مثلا أشهر اللي احنا شفناه هو السديريين السبعة، أو لأن أمهم واحدة هي حصة السديري، وهؤلاء أحيانا يسموا بآل فهد، وهؤلاء منهم فهد وسلطان ونايف وعبد الرحمن وتركي وسلمان وأحمد، هذول أشقة، هذول كلهم. هذه عصبة قوية، هذه حقيقة حكمت الدولة 50 سنة، إما بشكل مباشر أو من الخلف. هذول كانوا أقوياء، هم اللي غيروا موازين القوى لصالح الملك فيصل ضد الملك سعود مثلا يعني. وهذول كان بإمكانهم، كانوا يريدوا لآخر لحظة أن عبد الله ما يصير حاكم، ما يصير ملك. فهذا أقوى الأجنحة، وهذا هو لأن قوة الجناح وصل محمد بن سلمان، وكانت في فرصة تاريخية للملك عبد الله أن يغير، لكنه ما غير. كان بإمكانه يحط ابنه مثلا،
راح حط إلى واحد ضعيف هو مقرن في اللحظة الأخيرة بضغط من الأمريكان، وهذا نأتي إليه إن شاء الله، وخربت اللعبة. جاء هذا والطريق ممهد لسلمان وحط ابنه، لعبة صغيرة، طير مقرن وطير محمد بن نايف بحجة المخدرات وخلى ابنه. هذا أقوى الأجنحة. فيصل ما كان عنده يعني أمه طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، هي ما جابت إلا هو يعني، فبالتالي ما كان عنده أحد ثاني، ولكن كان ثبت كفاءته كنائب الملك على الحجاز ووزير خارجية، كانت قدرته كبيرة، ويعني شخصيته وهو باني دولة حقيقي يعني ليس لعب يعني، ولكنه في نفس الوقت ما كان عنده أشقاء، فكان يعتمد على هذه التحالفات، من الذي يقف وياه يعني يحبه يعني أو يكافئه. فالسدرين حينما وقفوا وياه يعني منحهم مناصب، وإن كان هو يميل إلى سلطان بشكل أكبر يعني فيصل يعني. سعود الملك سعود قبله يعني ما كان عنده إلا شقيق تركي واحد اللي مات بالحمى الأسبانية اللي قلنا، وهو أكبر منه وما كان عنده قوة، لكن كان يعتمد على أولاده في الصراع في الستينات، كان يعتمد على أولاده، وكان يعين أولاده ويقصي إخوانه، وميزانية الدولة أكلها كلها هو بينه وبين أولاده، كانت حتى صارت مفلسة. يقال أنه حينما أقيل ما كان في ميزانية الدولة هذه 600 ريال أو شيء من هالنوع يعني. كان مثلا عين ولده فهد تولى وزارة الدفاع، ولد الآخر محمد تولى الوزارة بعد أخوه فهد، صار وزير دفاع أيضا، وكان رئيس الديوان الملكي. عبد الله بن سعود تولى إمارة مكة في عهد أبوه. منصور تولى رئاسة الحرس الملكي اللي كان يريد يحاول يقاتل إلى آخر لحظة يواجه السعود. وخالد تولى أيضا، خالد بن سعود تولى ديوان أبي. الآن هذول كلهم مهمشين بعد ما سقط سعود، صاروا مهمشين. طلع واحد أعتقد اسمه مشاري بن سعود، كان أظن يعني اسمه رئيس الحرس الوطني في الشرقية، بعدين خلوه أمير نجران، بعدين ثاروا عليه أهل نجران فاضطرت الحكومة لإزاحته. جناح خالد مو جناح في الحقيقة، هو وأخوه أبو الشرين، وكان قوي أبو الشرين، فلهذا هو ثبت خالد. خالد أصلا مو مال حكم، خالد يعني اسما كان ملكا، الحقيقة كان يوم تولى الحكم سنة 75 بعد مقتل فيصل ملك فهد هو اللي كان يحكم، فهد هو اللي كان يحكم عمليا. هذا هو وأخوه محمد، أمهم الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود. والحقيقة لا محمد ولا خالد كانوا يصلحوا إلى الحكم. في مجموعة أخرى، بدر، الأمير بدر والأمير عبد الإله والأمير عبد المجيد، أمهم هيا بنت سعد السديري. ناصر وبندر وفواز أمهم، وهذا اللي راح أجي إليها الآن. أغلب أو كثير من أولاد آل سعود راح نقراهم الآن، هذول من أبناء الجواري، وهذول أيضا يعاملوا كدرجة ثانية في الحكم. لهذا في النقاشات في هيئة البيعة وغيرها كان طلالي زعلان وغيره يقول شنو إحنا فقط لأن إحنا أبناء جواري ما إلينا حق في السلطة، إحنا أولاد عبد العزيز. فدائما الجناح السديري جماعة فهد وهذول جناح السديريين 7 يستصغروهم، انتم ولاد جواري، احنا من امنا حصه السديري، انتم ولاد بنات جواري. الان راح اوضح بعض منهم الجواري. ذاك الوقت الجواري والرق موجود في السعوديه، لم ينتهي الرق الا سنه 1964 وبضغط من جون كندي. قال لفيصل انا راح اساعدك ضد سعود، لكن بشرط ان تقوم بهذه الاصلاحات. وافق عليها فيصل، وكانت الاصلاحات 10. وكلف فيصل أحمد زكي يماني أن يقنع علية القوم في نجد بأن يتخلوا عن العبيد اللي حقهم يعني، والحكومة بتشتري هالعبيد وبتطلق سراحهم. بمجرد أن صار فيصل حاكم كتب له برقية كندي أنه تعال طبق اللي أنت زعمت أنه بتصير. فالرق كان موجود، الجواري كانت تباع، وكان عبد العزيز طبيعي عنده أملاك يشتري هالجواري، وكان يجيب له، يقال أن يوسف ياسين وهو مستشاره من سوريا كان يجيب له ما أدري من وين، من جورجيا ومن غيرها، يجيب له جواري، وبعضهم يجيب لهم من الحبشة ومن اليمن يعني يجيبوهم ويطلق عليهم. مثلا بدر، الأمير بدر وعبد الإله وعبد المجيد هذول كلهم أخذوا مناصب أيضا ذكرناهم. أمهم معروفة هي بنت سعد السديري. لكن ناصر وبندر وفواز أمهم جارية اسمها بازة. طلال ونواف أمهم جارية اسمها مناير. الزركري يقول الملك عبد العزيز يسميها البقرة الحمراء، يعني واضح أنها جارية من الشمال يعني.
يقول ذلك تحببا يعني. منصور ومشعل ومتعب أمهم جارية أيضا اسمها شاهدة. سطام وماجد أمهم جارية اسمها موضي. ثامر وممدوح ومشهور أمهم من قبيلة الرولة واسمها نوف الشعلان. مشاري الذي قتل القنصل وحيد أمه هذا كان أيضا ابن جارية اسمها بشرى. هذلول أمه جارية اسمها سعيدة اليمنية. وحمود نفس الشيء أمه جارية اسمها فطيمة اليمانية. ومقرن هذا اللي زاحوه من الحكم واحدة من أسباب ضعفه أنه ابن جارية. مقرن اللي كان ولي عهد سلمان وخلوه يتنازل، هذا أيضا أمه جارية اسمها بركة. والأمير عبد الله لا، كان أمه من شمر، قبيلة شمر، وهي الفهدة بنت العاص بن شريم. وعموما ذاك مثل ما ذكرت أن أبناء الجواري من الأمراء أدنى مرتبة، ولهذا لم يصل ولا واحد فيهم إلى مركز الحكم، ومهما ضغطوا كان ضغطهم كان ضعيفا. فهذه المحاور، كان بعض المحاور الكبيرة يعني تحاول تاخذ من هذول المجموعات وتسوي تشبك تحالفات معها في لعبة الصراع على السلطة. الآن هذول إذا كان أكثرهم ماتوا، أولادهم موجودين. هؤلاء الأبناء حفدة الملك المؤسس عبد العزيز في الحقيقة ورثوا الصراع من أبيهم، من آبائهم، ورثوا الصراع. ولهذا لا تتوقعوا أن محمد بن سلمان بمجرد أن سيطر الآن استتب له الأمر. لا، ما استتب له الأمر، لا زال باقي، لأن هؤلاء عددهم كبير وما زالوا مستائين منه وإن خضعوا له الآن. ومن المتوقع أنه يعني أن ينفجر الصراع، يعني أو من المحتمل، خلينا أقول يعني من المحتمل أن الصراع ينفجر. مو معقولة أنت تستطيع أن تحتجز عائلة 15,000 أو أكثر وتفرض إرادتك عليها، بل قوة العائلة المالكة في وحدتها، وهذا الذي حدث. وهذه الشروخ التي رأيناها هي شروخ كثيرة. وسنحاول إن شاء الله في الحلقة القادمة أن نتحدث عن الصراع على السلطة. ماذا جرى؟ الصراع على السلطة في عهد عبد العزيز بين أولاده، وإيش اللي صار وكيف وصل إلى نهايته في عهد الملك سلمان ووصول محمد بن سلمان. هذا بعطيكم صورة كاملة عن هذا الصراع، لأنه ليس جديدا هذا الصراع أيها الأخوة. الصراع هذول طلاب ملك، والسلطة دائما هناك من يسعى إليها، وخصوصا إذا لم يكن هناك قانون ينظمها. حطوا هيئة البيعة وما أدري إيش ونظام، ولا مشى في الحقيقة، يعني ما مشى ولا استخدموه، كله خارج إطار هيئة البيعة. وخصوصا أيضا أن طلاب السلطة ما ملتزمين بضوابط أخلاقية أو وطنية، فلهذا ممكن يقتل، ممكن يسم، ممكن يسجن، ممكن ينهب أموال الآخرين، يعني لو بإمكانه يعني يفعل أشياء أكثر. وهناك في الحقيقة من بين الأمراء من اعتدى على أعراض آخرين من نفس العائلة المالكة يعني. وهذا كلام لا نستطيع أن ندخل في تفاصيله. فلهذا الصراع ليس هو صراع عادي، صراع السلطة، صراع الحكم، صراع الإمرة، هو متعلق بالأنانية. يذكرني هذا بمقولة لمعاوية بن أبي سفيان يخاطب يقول والله يقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا، وإني والله لا أعلم أنكم تفعلون ذلك، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، يعني البعد أنه أنا أمير عليكم وأنا سلطان عليكم وأنا أستطيع أقمعكم وأنا بيدي الحول والطول. هذه هي أزمة السلطة غير المنضبطة، لا بدين ولا بأخلاق، وسوف نتحدث عن بعض جوانبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.